السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وفيديو جديد. في فيديو النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، زي ما قلنا في الفيديو اللي فات إننا إن شاء الله هنبدأ سلسلة توعية للآباء وللأمهات ولأولادنا كمان. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن موضوع هو موجود من زمان في المجتمع، بس احنا داخلين على الدراسة فلازم نوعي أولادنا كده قبل الدراسة ونتكلم معاهم ونبدأ تاني نعيد معاهم الكلام. لو كنا اتكلمنا معاهم قبل كده عن موضوع التحرش لازم نراجع تاني المعلومات اللي قلناها ونتأكد ان أولادنا مستوعبين، علشان إن شاء الله نقدر نحميهم من أي حد ممكن يقرب لهم أو يحاول يأذيهم. لازم كده نكون أمهات واعية وأولادنا إن شاء الله يكونوا أولاد واعيين. لو مهتمين بالموضوع ده يا ريت تكملوا الفيديو للنهاية، بس ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد إن شاء الله. أهلا بيكم من جديد. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن موضوع التحرش اللي بيتم للأطفال. التحرش ده ممكن يحصل لأولادنا عن طريق ناس غريبة أو ناس قريبة للأسف. حابة إن أنا أبدأ بمشكلة وصلتني علشان نتعلم منها ونستفيد من كل نقطة فيها. المشكلة اللي وصلتني بتقول إن في بنوتة وهي عندها 8 سنين تم التحرش بيها من حد قريبها، والحد ده ما كانش شخص كبير بل إنه يعتبر طفل زيها بس كان أكبر منها. الطفل ده ما نعرفش هو بيشوف ايه ولا هو بيتعرض لايه، بس هو اعتدى على قريبته دي وهي عندها 8 سنين. البنت بعد ما تم الاعتداء عليها والتحرش بيها ما راحتش وقالت لمامتها علشان تنقذها او تساعدها، لا البنت خبت. احنا في ايدينا اننا نعالج اولادنا من وهم صغيرين، باننا نعلمهم ازاي يحموا نفسهم من التحرش، وكمان لو لا قدر الله تم التحرش بيهم نعلمهم ازاي ان هم يقدروا ان هم يقولوا لنا ويطلبوا المساعدة علشان نقدر نساعدهم، ما يخبوش عننا الامر. فانا يعني حابة ان كل ام وهي بتربي اولادها مش مجرد ان انتي بتأكلي وتشربي وتلبسي وتفسحي وتذاكري، ده اسمه رعاية. انا عاوزاكي تربي ازاي ان انتي يبقى في قرب بينك وبين اولادك، يكون في حوار بينك وبين اولادك علشان يقدروا ان هم يحكوا لك اي حاجه ممكن تحصل لهم، اي مشكله تحرش او غير تحرش، تنمر، اي حاجه تحصل لهم فييجوا يحكوا لك، لان انت الملجأ الامن ليهم، لان انت السند، لان انت الظهر بتاعهم اللي عارفين ان انت هتقفي جنبهم وتساعديهم. فلازم يا جماعه نهتم جدا جدا باننا يبقى في بيننا وبين اولادنا حوار. طيب الحوار ده اعمله ازاي؟ الحوار ده هتعمليه بانك وانت يا ستي بتاكلي اتكلمي مع اولادك، احكي معاهم، احكي لهم حدوته، اساليهم عن احوالهم، واحكي لهم انت كمان احوالك اللي ينفعوا يعرفوها، احكي لهم عنك وانت صغيره. عاوزاكي دايما ان يكون في بينك وبين اولادك صلة. ما ينفعش اننا نكون بنربي اولادنا ومش عارفين عنهم حاجة. يعني في امهات بتقول احنا ما نعرفش بيسمعوا ايه ولا بيتفرجوا على ايه ولا اصحابهم مين، مش عارفين حاجة عن اولادهم ولا هم بيفضلوا ايه او ما بيفضلوش ايه. ما ينفعش يكون العلاقة اللي بيني وبين اولادي هي مجرد ذاكر وذاكري والاوامر وروح مش عارفة فين وتعالى من الدرس وخلصت يعني يكون كل العلاقة اللي بيننا هي اوامر. لازم نكون قريبين من اولادنا ونحميهم نفسيا. طيب انا ولادي دلوقتي داخلين على المدرسة، ازاي ان انا اوعيهم وافهمهم؟ بصوا يا جماعة، التوعية دي بتيجي من الصغر. احنا لازم واحنا بنربي اولادنا ندخل التربية الجنسية في الموضوع. محدش يستغرب يقول لي ايه تربية جنسية، يعني ايه؟ هقول لهم ايه؟ بصوا، احنا زمان كانت الدنيا مقفلة قوي وما كانش حد بيتكلم في الموضوع ده وعيب وما يصحش ونخلي بالنا. لا دلوقتي الدنيا مفتوحة جدا، خاصة لو انت عاطية لاولادك تليفون في سن صغير فهم ممكن يطلعوا على اي حاجة. فلازم تكوني انت المصدر الاول في كل شيء، في كل معلومات بتجيلهم. فالتربية الجنسية بتبتدئ من الصغر، من سن 2 و3 سنين، ان هم عندهم منطقة خاصة ما ينفعش حد ابدا لا يلمسها ولا يشوفها ولا نقلع كده قدام اي حد.
فبنعلمهم ان هم يخلوا بالهم من المناطق الخاصة بتاعتهم دي، فده اسمه تربية جنسية. بنعلمهم كمان وهم صغيرين لما تدخل الحمام اقفل الباب على نفسك، ما ينفعش انك تسيب الباب مفتوح واي حد يشوفك رايح واللي جاي، ما ينفعش تقلع هدومك قدام اي حد، ما ينفعش حد يقرب منك قوي قوي ويحط ايده على المناطق الخاصة بتاعتك. نعلمه ان جسمه ده ملك خاص ليه هو، ما ينفعش ان حد ياخد منه حاجة من جسمه او يحط ايده على جسمه من غير ما يكون ليه حق، ما ينفعش. لازم نعلم اولادنا ده من وهم صغيرين، وكل ما بيكبروا الاولاد كل ما بنديهم معلومات اكتر تناسب سنهم. يعني عندك الصغيرين بتقولي لهم حاجة، لما بيوصلوا 6 سنين بتقولي لهم حاجة تانية، لما بيوصلوا 8 10 12 15 كل مرحلة وليها يعني الكلام الخاص بيها. لازم احنا يكون عندنا وعي اصلا بالتربية الجنسية كأمهات، وكمان نوعي اولادنا علشان يخلوا بالهم. هم في المدارس هيدخلوا الحمامات بتاعة المدرسة، فلازم يتعلموا ان ما ينفعش حد يدخل معاك الحمام او يدخل معاك الحمام وتقفلي الباب على نفسك، وهدومك تظبطيها وانت داخل الحمام، او هدومك تلبسها كويس وانت داخل الحمام. ما ينفعش تخرج بره الحمام وانت هدومك مش متظبطه. كمان نعلمهم ان مفيش هزار ان حد يضربني مثلا على المؤخره ولا يحط ايديه على المكان الخاص بتاعي، ده مش هزار، ده ممنوع. نعلمهم كده، لان في يعني برضو عرفت من المدارس ان الاولاد الكبار بيعملوا حركات مع الاولاد الصغيرين، مثلا هم رايحين الكانتين يضربوهم اعزكم الله من المؤخره، او يشدوهم من مثلا من هنا منطقه الصدر او اي حاجه، لان ايه يعني بيستضعفوا الولاد الصغيرين. فنعلمهم ان هو يقول لا ما ينفعش، ويصرخ في وشه وما يقبلش بده، ويروح يقول للمدرس او المدرسه. ما ينفعش ان هو يسكت ويخاف ويستخبى، علشان هو الاطفال يا حبايبي بيفتكروا نفسهم اللي هم وقع عليهم الاعتداء ده ان هم كده اللي عاملين حاجه غلط. لا، انا اعرفهم ان انت طالما انت مؤدب وانت ما عملتش الغلط والكبير هو اللي عمل الغلط او زميلك هو اللي عمل الغلط، فانت ما تتكسفش، انت روح وقول. فلازم نوعي اولادنا. احنا داخلين دلوقتي على المدرسه، فنجدد المعلومات تاني. حتى لو انت قايلاها ما تهتميش بس بالمذاكره واطلع لي الاول وعايزاك تبقى مصحصح والكتاب الخارجي الفلاني، لا، وعي ابنك كويس. انتي المصدر الاساسي لكل المعلومات وكل التوعية. ما تنتظريش حد تاني هو اللي يعمل المهمة دي مهمة اساسية عليكي. فارجوكي يا اجمل ام في الدنيا، عارفة ان انتي ان شاء الله هتاخدي اولادك كده في حضنك وهتضميهم ليكي وهتفهميهم وهتوعيهم. لو حابة اننا نتكلم عن التربية الجنسية في فيديوهات تانية اكتبي لي في التعليقات، وانا ان شاء الله هعمل فيديوهات خاصة بكل مرحلة، وازاي نتكلم مع اولادنا في كل مرحلة بطريقة سهلة وبسيطة علشان نوعيهم ونفهمهم. لازم الاولاد يكونوا واعيين علشان لو حطيتيهم في اي مكان يبقى هم عارفين يتصرفوا ازاي. وكمان تخلي بالك مش نحطهم في اي مكان يعني برضو نرميهم في النار، لا، يعني برضو انتي المشكلة او المشاكل اللي انا بعرفها بتبقى برضو من الناس القريبة، ان الولاد مش عارفين ايه الحدود بينهم وبين الناس اللي هي الاكبر. ما ينفعش اعلم البنوتة ان هي تقعد على رجل حد غريب، او ما ينفعش ان هي تقعد بالطريقة الفلانية، او يا حبيبتي ما ينفعش حد يقرب منك قوي، لازم يكون في مسافة آمنة، واللمسة الصحية ايه واللمسة الغير صحية ايه. لازم الحاجات دي كلها اعرفها لاولادي. علموا اولادكم كل الامور دي، ومع الدعاء وتستودعيهم عند الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ربنا هيحافظ لك على اولادك باذن الله ويحميهم من اي خطر. بجد بجد الموضوع ده مهم جدا، ولازم نوعي اولادنا خاصة قبل المدارس علشان احنا ما نأمنش البيئة المفتوحة ممكن يكون فيها اشخاص عاملين ايه. فأتمنى الفيديو يكون أفادكم، وأتمنى أنكم تشاركوا الفيديو ده مع ناس كتيرة علشان يوعوا أولادهم ويخلوا بالهم، لأن فعلا المشاكل اللي بتجيلي دلوقتي هي عن التحرش، وإن أولاد وبنات غيروا أفكارهم من الفطرة إلى الميول الجنسية اللي هي زي المثلية، علشان تم التحرش بيهم وهم صغيرين، وعلشان أهلهم مش قريبين منهم وما يعرفوش حاجة عنهم.
اتمنى انكم تكتبوا لي في التعليقات. لو عندك اي مشكلة ان شاء الله هرد عليكي. لو عندك اي اقتراح اننا نعمله في الفيديوهات يوعي الامهات برضو اكتبي لي. لو عندك كومنت حلو او تعليق كويس فاكتبوه لي، بكون مبسوطة. ولو حابين نتكلم عن التربية الجنسية بشكل مفصل برضو اكتبوا لي تعليق، وانا ان شاء الله هعمل كل الفيديوهات اللي هي بتفيد الامهات. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة فاتمنى انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، واستنوني وفيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.